لو بتدور على حديقة كلها اكتيفيتي وبعد التطوير يتكتب فيها قصيدة، ومليانة ألعاب ونوعين من الملاهي تخلي أولادك مبسوطة وسعيدة، ومكان كله ألعاب مغامرة وأكشن محتاجة تنطيط وأعصاب شديدة، ولو بتحب الرسم هتلاقي ورك شوبس بأنواع رسم كتيرة وفريدة، وحاجات تعلم الأطفال وتنمي مهاراتهم وتعلمهم حاجات فعلا مفيدة، وكمان تدخل حرب مع أصحابك وتسدد عليهم الطلقات حتة تسديدة. كل الكلام الجميل ده موجود في حديقة الميريلاند في مصر الجديدة. تعالوا نشوف مع بعض كل حاجة بقى بالتفاصيل والأسعار، وهقول لكم في الانترو ايه اللي موجود هنا سريعا كده عشان تبقوا عارفين اللي موجود هنا كله، وبعدين نتكلم عن كل حاجة موجودة بالتفصيل. يلا بينا. في البداية بس زي ما قال لكم طائر البطريق كده بالظبط، دي قناتكم ريفيوهات الرحلات اللي بتهتم بريفيوهات الفنادق والرحلات وأماكن الخروج في مصر بكل مميزاتها وعيوبها. فلو مهتم بالكلام ده ما تنساش دوس سبسكرايب جنب طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده، ويلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. شفنا في الجزء الأول حديقة الحيوانات الجديدة اللي لسه فاتحة قريب في الميريلاند هنا، وعرفنا كل حاجة عنها بكل تفاصيلها وأسعارها ومواعيدها، وشفنا مجموعة الحيوانات النادرة والمستوردة اللي موجودة هنا، وبيت الزواحف برضه بكل أنواعهم وأشكالهم. وكمان شفنا الاريا بتاعت النافورة الراقصة، وعرفنا اسماء معظم المطاعم والكافيهات اللي حواليها، وشفنا الفيو بتاعهم الجميل، وشفنا المنيو بتاع كلاسيك روك. فاللي ما شافش الجزء الاول وحابب يشوفه سايبهولكوا في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول. بالنسبة للجزء التاني ده بقى هنتكلم فيه عن حديقة الميريلاند نفسها، ونشوف كل الاكتيفيتي اللي هنا والروعة اللي بقت فيها بعد التطوير. يعني بقى فيها انواع اكتيفيتي اكتر مما تتخيل، كل اللي يجي في بالك هتلاقيه هنا، وكل اللي عايزه هتلاقيه موجود في حديقة الميريلاند. تعالوا نشوف الحاجات اللي موجودة هنا سريعا كده، وبعدين نتكلم عن كل حاجة فيهم بالتفصيل. هنتكلم الاول عن عربيات السيفتي والمطافي اللي معمولة للاطفال اللي قدامكم دي، ونعرف كل حاجة عنها وازاي بينموا مهارات الطفل فيها والسيستم بتاعها واسعارها وكل حاجة. وبعدين نشوف البينتنج ورك شوب اللي هنا، وفي منهم 3 بانواع مختلفه للرسم، الرسم على الخشب والازاز والفخار والمجات وكله. هنعرف السيستم بتاعهم برضو، يعني مهتمين جدا بالموضوع ده هنا ومعمولين بروفيشنال على اعلى مستوى. وفي اريا بتاعت العاب خضراء وفيها اكشن شويه اسمها جومانجي اللي قدامكم دي اهي، ودي فيها العاب مناسبه للشباب وفيها برضو حبه للاطفال. هنشوفها برضو بالتفصيل ونعرف اسعارها ونشوف الالعاب اللي موجوده هنا. وبعدين نشوف ملاهي لالا لاند ونعرف اسعار كل لعبه فيهم، وهي متقسمه لاتنين، في واحده للاطفال الكبار والشباب وفي واحده للاطفال الصغيرين. وبرضه في مكان جميل جدا هنا بتدخل مع اصحابك باسلحه جل وتحاربوا في بعض، يعني لو عايز تطلع غلك في واحد صاحبك هاته هنا من غير تفكير. وهنبص برضه على ملاعب البادل اللي هنا ونعرف اسعارها ونظامها، ونشوف السكيتنج برضه ونعرف كل حاجه عنه هنا. وبرضه نشوف الاريا بتاعت المطاعم وهوريكم المنيو بتاعتهم والعروض اللي عاملينها كلها بالتفصيل. وبرضه نبص بصه سريعه على المسابقات والجوائز اللي فيها الجو بتاع المولد ده، ونشوف برضه العاب المنتسولي وغيرها من الاكتيفيتي اللي هنا. بالنسبه للوكيشن احنا وضحناه في الجزء الاول في هليوبلس مصر الجديده، وليه مدخل من شارع الحجاز وليه مدخل من شارع الفتح، واقرب محطه مترو محطه سرايا القبه. مسموح انك تركن العربيه بره فري من غير تيكت، وممكن تركن العربيه في باركنج برايفت للحديقه لو عايز. وبتدخله من شارع الحجاز، اول ساعه بتبقى ب 15 جنيه، واي ساعه بعد كده بتبقى ب 10 جنيه. تعالوا ندخل الحديقة بقى ونتكلم عن كل حاجة جوه بالتفصيل. ده كده المدخل بتاع شارع الفتح، سعر التيكت بيبقى ب 30 جنيه طول أيام الأسبوع ما عدا الخميس والجمعة والسبت بيبقى ب 50 جنيه، والأطفال فري لحد 6 سنين. وفي هنا ميني ريستورانت كده اسمه على الباب، هوريلكم المنيو بتاعه دلوقتي. وممنوع دخول المأكولات والمشروبات، خلي بالكم عشان تبقوا عارفين، لأن في مطاعم وكافيهات جوه كتير. وده المنيو اهو بتاع على الباب، وأسعار السندوتشات كلها حاططها قدامه اهو زي ما حضراتكم شايفين. اول لما بتدخل برضو سواء من مدخل شارع الفتح او من مدخل شارع الحجاز هتلاقي لي اوت كامل للحديقه موجود قدامكم. ده اللي اوت اهو، ده الباركنج اهو اللي في شارع الحجاز، وهنا مكان تأجير الدراجات، وده الجامع اهو، ودي الملاهي بتاعت لالا لاند، ودي ملاعب البادل، وهنا في تراك كده للجري، وادي البوابه بتاعت مسجد الفتح، ودي جانجل جوي حديقه الحيوان. كل ده طبعا هنشوفه مع بعض دلوقتي، ودي الاماكن اللي موجوده بتاعت الرسم. تعالوا بقى نشوف الحاجات دي كلها. في هنا برضو طفطف صغير كده، هو شبه الاتوبيس الاحمر ابو دورين في اسكندريه بس على صغير طبعا، والتيكت بتاعه ب 30 جنيه للفرد، تلف بيه الحديقه كلها لو عايز يعني. وفي هنا اي سكول لو عايز تأجر سكوتر كهرباء يعني تلف بيه شويه، ودي اسعاره اهي، الربع ساعه ب 40 جنيه والنص ساعه ب 80 والساعه ب 160، يعني مفيش اي ديسكاونت في السعر لما الوقت بيزيد، بس ماشي. ودي حبه تعليمات كده عليه.
هنا في ترابيزه بينج وترابيزه بلياردو اهي قدامكم، واللي هناك ده مكتب تلعب وتكسب فيه زي جو المولد كده، هوريهولكم كمان شويه. تعالوا بقى نبدا في الحلويات والحاجات الجميله اللي بتميز الحديقه هنا. ده مكان كده بيعلم الاطفال كل حاجه عن السيفتي والفاير فايتنج وكده. التيكت بتاعه ب 150 جنيه للساعه، والتيكت ده بيبقى انكلودد فيه كذا حاجه. اول حاجه ان الاطفال بتسوق العربيات الجميله اللي قدامكم دي، ولو اطفال صغيره لسه بتعرفش تسوق بيحركوا العربيات بالريموت عادي. والمكان اللي هناك ده اللي بزوم لكم عليه، دول بيلبسوا الاطفال خوذه وفيست ويكلموهم عن السيفتي شويه. يعني بيقعدوهم على ترابيزه، وفي واحد سوبرفايزر كده بيشرح لهم كل حاجه عن السيفتي، ويجيب لهم عربيه مطافي صغيره ويشرح لهم عليها سيستم الفاير فايتنج فيها بالكامل. فبصراحه حاجه محترمه جدا، وبتوسع ادراك الطفل وتعلمه حاجات بشكل عملي. والترامبولين اللي هناك دي كمان انكلودد في سعر التيكت عادي، عشان يتنطط كمان شويه بعد الكورس اللي هياخده. نيجي بقى لحاجة تانية تفتح النفس هنا بجد. في مكان اسمه وودز اللي قدام حضراتكم ده، للناس اللي حابة تقعد ترسم أو تلون على خشب وإزاز وحاجات كتيرة كده موجودة جوه. يعني عالم تاني لوحده، تفصل فيه خالص عن الحديقة نفسها وتهدي أعصابك كده زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. وده الليبل بتاعهم اهو موجود على المدخل، تعالوا نشوف مكتوب فيه ايه بالظبط. خلينا نبدا بالاكتيفيتي برايسز الاول. فيها كل ما تتخيله قدامك اهو من انواع البينتنج، وكل حاجه بسعرها قدامها. الرسم على الخشب والمرايه والمجات والخرسانه وكل الانواع اللي قدامك دي كلها. لو عايز تقرا على مهلك بقى دوس ستوب وعيش حياتك، سواء في البيج دي او اللي بعد كده. بس انا هجري طبعا عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. ودي الدرينكس منيو اهي برضو عشان تظبط دماغك وانت بترسم، شاي ونعناع ونسكافيه وقهوه تركي واي حاجه انت عايز تشربها بسعرها قدامها اهي. وحتى كمان محددين لك نوع الموسيقى اللي انت عايز تسمعها وانت بترسم. كل نوع موسيقى مكتوب قدامها الوقت بتاعها عشان تيجي ترسم في الوقت بتاع نوع الفيفوريت ميوزك بتاعتك، يعني مفيش دلع بعد كده. ودي انواع الورك شوبس اللي هنا برضو، الكروكيت والرسم على الازاز والكلام ده. ودي مواعيدها بقى بتبقى فاتحه من 1 الظهر لحد الساعه 11 بالليل. ودي شكل الاريا من بره، هي مساحتها كبيره جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، وكل مجموعه قاعده مع نفسها وعايشه حياتها بقى. تعالوا نروح نشوف حاجه تانية برضو. في بقى هنا منطقه العاب كده جميله جدا، اريا كده مع نفسها اسمها جومانجي، مليانه العاب فرهضه من الطراز الفريد، كلها تنطيط ومغامره واكشن. زي ما واضح قدام حضراتكم كده، دي لعبه اسمها هاي روب، بتلبسوا حزام وهلمت وتتسلقوا وتنططوا، وهتشوف اسعار كل الالعاب دلوقتي. وفي حبه العاب هنا ممنوعه لاقل من 15 سنه لان فيها خطوره عليهم. وفي العاب تانية للاطفال الصغيرين عادي زي ما هنشوف دلوقتي. يعني ادي اهي قدامكم جامبولين صغيره، ودي العاب هناك اهي مناسبه للاطفال برضو، وفي هناك جامبولين كبيره. هنشوف الاسعار دلوقتي وبعدين ندخل نشوف الحاجات اللي موجوده جوه سريعا كده مع بعض. تعالوا نشوف الاسعار بقى الاول. دي الالعاب اللي موجوده جوه كلها، وكل لعبه قدامها السعر بتاعها. يعني الزيب لاين ب 100، والهاي روب ب 150، والطور في النص اهو ب 40، وهكذا بقى. حتى كاتبين هنا اسعار الفيديو جيم والفشار اللي جوه وغزل البنات والعربيات اللي تحت دي، هوريها لكم برضو دلوقتي كمان شويه. تعالوا بقى ندخل نشوف حبة ألعاب موجودة جوه عشان تبقوا عارفين كل حاجة برضو. الألعاب شكلها مبهج كده ومعتنيين بيها جدا. وده الفشار أهو في الأول، ودي لعبة الزيب لاين أهي. أنت بتطلع كل السلم اللي قدامك ده، وبتتعلق وتمسك في الواير اللي فوق ده وتتزحلق بيه فوق حديقة الميلاند كلها، وربنا يتولاك بقى. طبعا دي ممنوعة لأقل من 15 سنة. وفي جنب الزيب لاين على طول جامبولين اهي، مساحتها كبيرة ولسه بحالتها زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم. ودي اللعبة اللي بتفضل توطي فيها عشان العمود اللي بيلف ده ما يخبطكش، معرفش اسمها ايه بصراحة. ودي لعبة الطور اهي اللي بتركب فوقيه، وبتبقى عايزة اعصاب وثبات شوية، ب 40 جنيه زي ما شفنا. ودي العاب للاطفال يتنططوا عليها وكده برضو. وفي هنا عربيات للاطفال برضو ب 50 جنيه ويمشوا في المسارات اللذيذة دي، غير اللي شفناها بره يعني. وبرضو في الاول كده وانت داخل في سيموليتور او السينما الناين دي، وطبعا معظم الاطفال بيحبوها. وفي كذا لعبة بقى اللي شفناهم مكتوبين دول في الاول، بس عشان ما اطولش عليكم تعالوا نشوف حاجة تانية. في قعدات لذيذه كده اول لما بتطلع من جومانجي، وفي جنبها عربيه بتعمل اكل برضو. وده المنيو بتاعها اهو، سندوتشات وبطاطس وكده يعني. في بقى مكان جامد كده تشوفه من بره، كله الوان ولخبطه وهيصه. ده عباره عن حرب الوان. يعني بتدخل مع اصحابك في روم معينه بتختاروها، وتفضلوا تحدفوا بعض بالالوان، حاجه اخر بهدله يعني. والفرد سعره من 120 ل 250 حسب الالوان والادوات اللي بتختاروها. وفي كذا روم عندهم برضو بتختاروا اي واحده فيهم. في هنا مكان اسمه بازل بيأجر العاب من تسولي جميله جدا، بتبقى ب 140 لو فردين او ب 200 لو 4 افراد. يعني كل ما الافراد تزيد سعر الفرد بيرخص وهكذا. في ملاهي بقى هنا اسمها لالا لاند، ودي اريا كده لتأجير العجل منها، وهنعرف سعر كل حاجة دلوقتي بما فيها العجل. والملاهي دي متقسمة لاتنين، واحدة فيها ألعاب للشباب والأطفال الكبار شوية، وواحدة للأطفال الصغيرة. خلينا نبدأ بالملاهي بتاعت الكبار شوية. ده بيت رعب اهو في بدايتها كده، وهنشوف أسعار كل لعبة في الآخر بعد ما نبص عليهم الأول. وفي لعبة القطر اهي ب 40 جنيه زي ما هنشوف كمان شوية. ووراها لعبة اسمها البساط اللي بتطلع وتتحرك بيك لفوق.
واللي هناك دي كريزي كراون اللي كلها اضاءات ملونه دي. وفي لعبه الحلقه دي جامده طبعا وكلها فرهضه معروفه يعني. واللي قدامكم دي اسمها فانك لاون باين حاجه كده. يعني في كذا لعبه هنا جمال بصراحه، ولعبه المركب اهي كمان موجوده. فهي في المجمل لذيذه ورايقه يعني. تعالوا نشوف لالا لاند بتاعت الاطفال بقى. دي ملاهي لالا لاند بتاعت الاطفال الصغيره شويه، وليها مدخل منفصل عن التانية. فيها حبه العاب جميله جدا ومتنوعه زي ما هنشوف دلوقتي كده، ونبص عليهم بصه سريعه برضه. اول لما بتدخل بتلاقي سوفت بلاي قدامك على طول، وجنبها ترامبولين اهي. هناك سوفت بلاي عباره عن بيت كور وزحاليق زي ما حضراتكم شايفين كده. وفي هنا كاروسيل اهو، الحصينه اللي بتلف دي للاطفال الصغيره خالص. وادي لعبه الورلد كاب اهي. وفي لعبه النحله اللي قدامكم دي، ووراها هناك لعبه الدولفين. بس النحله دي عطلانه، معرفش يصلحوها بقى ولا لسه. هوريلكوا برضو اسعار كل لعبه دلوقتي وشباك حجز التذاكر بتاعتهم. وهنا في الاخر في لعبه النجمه حلوه قوي برضو. ادينا ركبناها اهو نجربها، وممكن الكبار يركبوها عادي مع اولادهم مفيش اي مشكله. تشوف الفيو بتاع الملاهي وهي بتلف كده. النجمه دي اللعبه الوحيده في ملاهي لالا لاند بتاعت الاطفال الصغيره اللي ممكن الكبار يركبوها عادي. تعالوا بقى نروح نشوف شباك التذاكر والاسعار. ده شباك التذاكر اهو، حاطط كل الالعاب عنده وكل لعبه باسمها وسعرها عشان تبقوا عارفينها وانتوا بتحجزوا. غالبا كل لعب سعر التيكت بتاعها ب 40 جنيه ما عدا البساط والعجل ب 50 جنيه. ودي بقيه الالعاب اهي كلها ب 40 جنيه. وفي برضه رسم وارت وكده للاطفال غير الورك شوب بينتنج اللي شفناها من شويه. ودي اسعار كل حاجه فيها اهي، ودي برايفت للاطفال الصغيره بس. في هنا لعبه حرب كده تدخل فيها مع اصحابك، هوريها لكم كمان شويه. ودي بينتنج ورك شوب تانية اسمها ارتستو. والمكان واسع ومقفول على نفسه وتدخل ترسم فيه برضه. فيها انواع قعدات كتيره بقى، يعني كراسي وترابيزات، او اللي عايز يرسم وهو قاعد على الارض قاعده عربي، واللي عايز يرسم في خيمه عشان الشمس. والمكان اللي هناك ده اللي بتجيب منه الادوات اللي انت عايزها. هم هنا بصراحه مهتمين قوي بالاكتيفيتي وخصوصا الرسم. يعني دي تالت واحده نشوفها للرسم ايه، غير الاولى اللي شفناها وغير بتاعه الاطفال. ده بقى مكان تدخل فيه حرب مع اصحابك اللي قلت لكم عليه في الانترو. كل واحد بياخد سلاح من اللي قدامكم دول، ومعاه 400 طلقه جل. يعني هتنتقم من صحابك لما تقول يا بس وتطلع غلك فيهم. وسعر التيكت ب 100 جنيه للفرد. غالي حبتين طبعا، بس اللعبه لذيذه للشباب. ودي موجوده قريبه من باب شارع الفتح برضو، جنب حديقه الحيوانات بشويه وجنب ارتستو دي على طول زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم. تعالوا نشوف المكان عامل ازاي بقى. زي ما حضراتكم شايفين كده كله متاريس وحواجز حرب يعني. كأنك بتلعب ميدل اوف هونر او كونتر سترايك بتاعت زمان بس على الواقع بدل البي سي. ففي المجمل هي حاجة مسلية وفاني جدا. وفي مكان بعديه كده مش فاهمه قوي. يعني في مرجحة اهي، واريا واسعة وفاضية خالص، وفي كنبتين كده موجودين. وحبة بلالين وترابيزات هناك اهي. غالبا ممكن يكون بيتأجر للحفلات او اعياد الميلاد كده يعني. فمش واضح لي قوي بصراحة. في ملاعب بقى بادل موجودة هنا برضو. هما ملعبين موجودين جنب بعض. سعر إيجار الملعب في الساعة 350 جنيه، وبيديلك مضارب وكور للأربع أفراد اللي هيلعبوا طبعا. وهما موجودين أول لما تدخل من باب الحديقة، هتمشي شوية صغيرة هتلاقيهم على يمينك على طول. والملاعب هنا جميلة جدا برضو ومعتنيين بيها. أي نعم فينش الأرضية منحول شوية زي ما واضح قدام حضراتكم كده، بس شغال يعني مفيش منه مشكلة قوي. تعالوا بقى نسيب ملاعب البادل ونروح نشوف السكيتنج بالمره مادام دخلنا في قصه الرياضه. هنا في سكيتنج اهو، الاريا بتاعته مش كبيره قوي بس معقوله. النص ساعه ب 50 جنيه شامله ايجار المعدات بتاعته. وفي امكانيه كمان انك تاخد كورس هنا لو عايز تتعلمه. الكورس ب 750 جنيه 8 حصص لو حابب تشترك يعني في اي وقت انت عايزه. في هنا برضو مكان كده فيه مسابقات شبه مسابقات جو المولد كده. 4 كده جنب بعض، كل واحد فيهم لعبة مختلفة تلعب وتكسب أي حاجة من الحاجات المتعلقة دي. وفي كذا نوع من الألعاب وأنت وشطارتك بقى، فبرضه حاجة مسلية وأي حد يقدر يجرب حظه فيها. زمانكم جوعتوا طبعا بعد اللفة الطويلة دي. تعالوا نروح نشوف المطاعم اللي هنا بقى. في هنا اريا برايفت للمطاعم بس مجمعينهم كلهم في مكان لوحدهم، وفي قعدات في النص كده تقعد تاكل عليها. اول واحد معانا اسمه سناكس وورلد، وده المنيو بتاعه اهو. دي اسعار جميع انواع الزلابيا اللي تيجي في بالك. ودي اسعار البطاطس وسندوتشات البطاطس والكورن دوج. ودي اسعار الفريسكا كلها والبان كيك اهم. والاسعار هنا كلها معقوله على فكره، مش سياحيه قوي يعني. وفي واحد جنبه على طول اسمه حكايه اللي قدام حضراتكم ده. وده المنيو بتاعه اهو. ده متخصص في العصاير الفريش وانواع تانية كتيره من العصاير والايس كريم والوافل والحاجات دي يعني، زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم بالظبط. وجنبيهم في واحد اسمه بيت ستوب، وبعديه واحد اسمه اكل وبحلقه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وده المنيو بتاع بيت ستوب اهو. بيعمل انواع كتيره من سندوتشات البرجر والحواوشي والاكل السوري والبطاطس، ولو عايز اي وافل برضه وكده هتلاقيه موجود هنا. في واحد تاني بقى اسمه ديناميت، متخصص في البيتزات والفطاير.
دي كل اسعار الكريب والبيتزات والفطاير اللي عنده اهو عشان تبقوا عارفينهم برضو. في واحد هنا اسمه ريو برضو، وده عامل عروض كده زي ما حضراتكم شايفين، يعني دبل السعاده، ده 2 برجر و2 بطاطس و2 كول سلو ب 200 جنيه، وفي جريمه اكل اهو، او برجر وعليه واحد حواوشي مجانا ب 100 جنيه كده يعني. ودي بقيه العروض اهي، بوكس العيله والعروض التانيه اللي موجوده بقى. وده المنيو بتاعه الاصلي اهو من غير عروض، لو عايز حاجات انت تختارها مع نفسك يعني. ودي عروض مطعم اكل وبحلقه اللي شفناه من شويه، عامل عروض برضو زي ريو زي ما واضح قدام حضراتكم كده. ودي بقيه العروض اهي، هو عامل عروض حلوه بصراحه يعني. وفي عرض منهم ده قلت اجربه، اللي هو اول واحد ده اسمه الحب والاكل. وادي شكل السندوتشات اهو، مش بعمل له اعلان ولا حاجه، انا بوريكم بس عشان تبقوا عارفين احجام السندوتشات هنا عامله ازاي يعني. وفي واحد تاني اسمه يزول، وده متخصص في المشويات، وده المنيو بتاعه اهو قدام حضراتكم. عقبال ما اكلنا بقى كان الجو ليل شويه. بصفه عامه الاكل كويس واسعاره معقوله، وعندك فرايتي في الاكل وانواع كتيره من المطاعم تختار منهم اللي انت بتحب تاكله. ولو انتوا شله صحاب كمان هتلاقي العروض بتاعه الاكل دي بتوفر معاكوا جامد. تعالوا نكمل فرهده بقى بعد ما اكلنا. دي جانجل جوي اهي اللي ناس كتير استغلت سعرها لما عرضتها في الجزء الاول، وعندهم حق بصراحه. في مكان كده تبعها جنبها على طول فيه حيوانات وطيور لو عايز تتصور معاهم يعني. وهنا في عربيات صغيره هي لو اطفال صغيرين حابين يركبوها. العربيات الكبيره دي ل10 دقايق ب 50 جنيه، والعربيات الصفراء الصغيره دي النص ساعه ب 50 جنيه. وفي هنا برضو ركوب خيل اللي حابب يركب خيل، والتيكت ب 30 جنيه، وقلنا عليه في الجزء الاول برضو في حديقه الحيوانات. ده الليبل بتاع عربيات المطافي الصغيره اللي شفناها في اول الفيديو خالص، من سن 4 سنين ل 12 سنه. والعربيات كانت موجوده في التواريخ دي، وكل شويه بيعملوا حاجه شكل، يعني مش شرط لما تروحوا تلاقوها، ممكن تلاقوها او ممكن تلاقوا اكتيفيتي تانية مكانها على حسب يعني. وجنبها مكتوب انهم محتاجين مغني لا يشترط اجاده الغناء، حاجه فاني كده، اللي عايز يطلع يغني يغني يعني زي ما حضراتكم شايفين كده. وده واحد لابس لبس المطافي اهو عمال يهيص ويلعب مع الاطفال. الحديقه بتبقى هايصه بصراحه بالليل، وعاملين اجواء جميله جدا هنا. وده الستيج اهو، لكل اللي حابب يغني بقى ويوري مواهبه للناس يطلع يغني ويدندن زي ما هو عايز. ودي شاشه بقى موصلين عليها داتا شو، اي اغنيه انت بتختارها بتقولها للدي جي وبيطلعها عنده على اللابتوب، والداتا شو بتظهر كلماتها على الشاشه قدامك عشان ما تتلخبطش في حاجه يعني اخر تظبيط. وجنب الستيج كده حاطين كراسي عشان الناس تقعد تسمعك وتشجعك لو طلعت تغني. وطبعا لو اهلك قاعدين هيصيطوك تشجيع ولا كأنك عمرو دياب حتى لو ما بتعرفش تغني. فبصراحة هي حاجة لذيذة وخفيفة كده بتفرفش الناس شوية. وادي الشاشة اهي، واحد طالع يغني وكلمات الأغنية كلها قدامه بيقرا منها، عشان لو نسى او اتلخبط او حاجة زي ما وضحت لكم من شوية. والحديقة بالليل بتبقى شكلها حلو قوي، وكلها أضواء وأنوار كده جميلة جدا. يعني الأجواء الليلية فيها هيصة وفرحة، خصوصا في الويك إند، مش مملة ولا هادية. هتغير مودك فيها حبتين، خصوصا لو معاك أطفال هيتبسطوا قوي فيها. وفيها نافورتين شكلهم حلو قوي، والممرات كلها حواليها إضاءة، حتى الجناين كمان والشجر والنخل منورينهم. في مكان بقى اسمه ماي استوديو جنب البوابة بتاعت شارع الحجاز على طول، أو جنب بوابة الباركنج يعني. ده عبارة عن لوكيشن تصوير ممكن تعمل فيه فوتو سيشن جميل جدا. لو هتصور بالموبايل بيبقى الفرد ب 30 جنيه، ولو هيصوروك بالكاميرا بتاعتهم بتبقى الصورة ب 30، والطباعة بتاعتها ب 30 برضه. غالية بقى ورخيصة انتوا اللي تحكموا عليها، بس أنا بوضح لكم الأسعار كلها عشان تبقوا عارفين السيستم ماشي ازاي. في حاجة برضه ظريفة قوي هنا، اللي كان بيجي الميريلاند من أكتر من سنة كده قبل التجديد والتطوير بتاعها ده، كان بيلاقي كلاب موجودة في كل حتة في الحديقة، وكانت بتضايق الناس إلى حد ما. فالناس المسؤولين هنا بقى لموهم وحطوهم في اريا لوحدهم وقفلوا عليهم. في المقابل بيراعوهم ويدوا لهم أكل ومعتنيين بيهم جدا. فدي حاجة محترمة بصراحة، وشابوه ليهم على الحركة دي. تعالوا نتكلم كلمة أخيرة بقى عن حديقة الميريلاند بعد التطوير اللي شفناه ده كله مع بعض. في معظم الريفيوهات اللي انا بعملها، اللي متابعني يعني بيعرف اني بقول مميزات وعيوب كل حاجه، ويا ريت تشاركوني برضو برايكم. العيب الوحيد اللي انا شايفه، زي ما ناس برضو مشكوره جدا كتبت لي كومنتات عليها في الجزء الاول، ان حديقه الحيوانات جانجل جوي اسعارها غاليه. انا معاهم في ده طبعا، سعرها مبالغ فيه شويه، بس فيها سيستم مختلف وحيوانات معتنيين بيها وستاف محترم، بس برضو مش لدرجه ان يوصل سعرها ل 100 جنيه كتير قوي يعني. باقي الحاجات اللي موجودة في الحديقة بقى ممتازة كلها. عملوا طفرة في سنة واحدة غيرت معالم الحديقة كلها، وفي نفس الوقت محتفظين بالأشجار العريقة اللي فيها. كل ما تتخيلوا هتلاقيه هنا، مش سايبين أي حاجة فعلا على قد ما يقدروا. فتحية للناس اللي طورت الحديقة بالشكل الجميل ده ونظمتها بالطريقة دي. ما تنسوش بقى تدوسوا سبسكرايب على طائر البطريق اللي بيبص لكم تحت ده، واتمنى تشاركوني بلايك وبرأيكم في الكومنتات. ولو في اي حاجة عايزين تستفسروا عليها في الحديقة او الريفيو اللي انا قلته دوت، انا تحت امركم فيها. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير.